اهلا بكم. النهارده الحلقه مختلفه شويه. الحلقه كنا الصبح نزلنا على تويتر وعلى فيسبوك ايه السؤال اللي تحب توجهه ونرد عليه. انا جات لي مجموعه اسئله كبيره، بس انا حبيت ان في 3 تحديدا هم اللي هيفتحوا قدامنا مجالات للكلام وللنقاش بشكل كويس جدا. ال3 اسئله، اول سؤال منهم هيكون سؤال الاستاذه نادر هاشم. استاذه نادره بتقول: انا عايز اعرف هل الفريق محتاج حاجه علشان نكمل في افريقيا بشكل مريح غير الجمهور طبعا. ده سؤال بيتكلم عن ايه اللي الاهلي محتاجه علشان ياخد بطولة افريقيا بشكل مريح. السؤال ده بيفتح حاجة مهمة جدا في كرة القدم، وهو سر كرة القدم. ايه اللي تقدر تعمله علشان تكسب بطولة؟ كرة القدم لعبة لا تعترف بالمنطقيات تماما، لعبة ملهاش اي علاقة بالمنطق، ومهما العلم حاول ان هو يخش فيها ويحط كل العلوم فيها، سواء بقى عن طريق ان هو يديها امكانيات او يديها دراسات او حتى معدات او اساليب تدريبية او تفضل الكورة ليها سرها اللي محدش بيقدر يفهمه ابدا. ممكن يكون فرقة متوفر لها كل الامكانيات، عندها احسن اللعيبه، عندها احسن جهاز تدريبي، عندها اعلى الامكانيات التدريبيه من اجهزه ومعدات، وتيجي تلاعب فرقه اقل منها في الامكانيات وفي كل حاجه، وفجاه تلاقي الفرقه الصغيره هي اللي كسبت. دي طبيعه كره القدم، وعلى فكره ده واحد من اسرار متعه كره القدم. الجزء ده تحديدا انا عايز اذكر فيه سريعا كده واقعه كانت حصلت سنه 90. سنة 1988 هولندا كسبت كأس الأمم الأوروبية، وكان هولندا في التوقيت ده فريق قوي جدا جدا جدا. لما جت مصر وصلت لكأس العالم سنة 90، مصر وقعت في المجموعة مع هولندا وانجلترا وايرلندا. طبعا الشعب المصري لما عرفنا مجموعتنا دي كان بالنسبة لنا ماتش هولندا ده ماتش مفقود فيه الأمل تماما. يعني لما كنت تسأل أي مصري أياميها كان هيقول لك إن احنا لا، ده احنا هنتغلب من هولندا دي 3 ولا 4، لأنها كانت فريق قوي جدا وكانت مرشحة كمان إن هي تاخد كأس العالم في الوقت ده. مصر في أول مباراة مع هولندا قدمت عرض تاريخي لمصر. المباراة انتهت 1-1 بالبلن اللي مجدي عبد الغني فضل ذليلنا بيه أكتر من 28 سنة يعني. إنما المباراة نفسها مصر قدمت فيها عرض قوي جدا جدا جدا، وكان في لحظة من اللحظات مصر ممكن تكسب هولندا. ده سر كرة القدم، إن أنت ممكن تعمل كل حاجة بس في النهايه التوفيق ما يبقاش معاك. بس هل ده معناه ان انت تركن لموضوع التوفيق وخلاص وما تعملش اي حاجه؟ لا طبعا، انت بتعمل اللي عليك وبتعمل كل الحاجات اللي تقدر تعملها وتوفر للفرقه كل حاجه وكل الاجهزه التدريبيه والمعدات التدريبيه والبرنامج التدريبي، والاداره تبدا تشتغل شغلها والجمهور يبدا يشتغل على التحفيز، وفي النهايه يبقى التوفيق بيد الله. طيب نرجع بقى للسؤال والاجابه اللي ممكن تكون الناس عايزاها، اللي هي الاجابه المحدده. ايه اللي الاهلي يقدر يعمله يعني عشان ياخد بطوله افريقيا او يكمل فيها بشكل مريح؟ اللي الاهلي لازم يعمله مش بس الجمهور، انما كل واحد يعمل شغله. الاداره تعمل شغلها، الجهاز الفني يعمل شغله، اللاعبين يعملوا شغلهم، الجمهور يعمل شغله، الاعلام يعمل شغله. يعني مثلا مباراه الرجاء اللي جايه، النادي الاهلي الاتحاد الافريقي عين حكم سوداني للمباراه. طبعا يعني انا الناس عارفه ان انا ضد نظريه المؤامره، ولكن الاتحاد الافريقي لما يكون عارف ان في مشكله بين الاهلي والهلال السوداني، والمشكله مش مجرد مشكله نتيجه مباراه او فاول جه جون غلط او هدف جه من تسلل او ضربه جزاء ما اتحسبتش، ده المشكله ان نادي الهلال عنده ناس بتتهمنا بالعنصريه، فيجي الاتحاد الافريقي ويروح حاطط حكم سوداني لمباراه النادي الاهلي هنا في القاهره في ذهاب دور الثمانيه. ده حاجه ما حدش يقدر يفهمها، يعني ما حدش فاهم ايه الفلسفه اللي عند الاتحاد الافريقي ان هو يعمل كده. دي حاجه مش مفهومه تماما. هنا بقى لازم الاداره تتدخل، لازم الاداره تقوم بدورها على كمان بقى مستوى بقيه العناصر. يعني الجهاز الفني لازم يدرس كويس جدا الفريق المنافس، يحط الخطه المناسبه، اللعيبه لازم تقاتل لاخر ثانيه، ولازم ما تتدخلش جهد ابدا ان هي تكسب المباراه، الجمهور يشتغل في التحفيز، الاعلام يوجه الجمهور بالشكل الصحيح. واحنا طبعا يعني مش هنقول ايه هو الشكل الصحيح او مش هنقول للناس تعمل ايه بالظبط يعني، ولكن الاعلام عليه دور كبير انه يوجه الناس بشكل صحيح علشان تقدر تعدي بسهوله. لو احنا حطينا مستويات الفرق الثمانيه اللي موجودين في دور الثمانيه، هنلاقي ان مفيش فروق في المستويات. حتى صن داونز اللي يعني كسب النادي الاهلي بنتيجه كبيره، مفيش فرق كبير في المستوى. المباراه دي تحديدا كانت المشكله فيها هو التعامل الفني من المدير الفني مع المباراه. المدير الفني ما قراش الخصم كويس، وعلى فكره ده وارد، يعني اعظم مدربين في العالم
ممكن تيجي مباراه ما يقراش الخصم كويس، او يحصل متغير في بدايه المباراه او في يعني في اولها، والمدير الفني ما يعرفش يتعامل معاها. دي بتحصل على فكره، ومش تقليل من المدرب ولا حاجه. فعلى سبيل المستويات الفرق الثمانيه تقريبا مستوى واحد، وان كان الاهلي عنده ميزه اللي هي اسمه الكبير. الاهلي اسمه في حد ذاته بيخض، وده على فكره نفسيا في الكوره مهم جدا. يعني مهم جدا في الكوره ان انت تكون يعني يعني عالي على المنافسين، او كعبك عالي عليهم باسمك، لان ده بيقطع لك 50% من رهبه للمنافس. المنافس بيبقى خايف منك، فده بيقلل مستواه هو 50% ويرفع مستواه. لازم تستغل ده، ولازم كمان، وده مهم جدا، انك تستغل الدفعه اللي عملها مباراه بيراميدز في نهائي الكاس. المباراه بتاعت امبارح قيمتها اكبر بكتير من الفوز ببطوله الكاس المصري. المباراه دي تحديدا هي مباراه فاصله في موسم النادي الاهلي السنه دي. ليه بقى فاصله؟ في الكوره ممكن مباراه تقلب لك موسم، تبقى ماشي كويس قوي وتحصل لك هزيمه مثلا او دروب في مباراه، تلاقي الموسم اتقلب معاك تماما. حتى في الكوره بنقول الفوز بيجيب فوز والهزيمه بتجيب هزيمه. وممكن حتى في المباراه الواحده لعبه واحده تقلب لك الماتش تماما، بدل ما انت كنت ليدنج طول الماتش وراكب الماتش، تلاقي الماتش اتقلب عليك بسبب لعبه مثلا. الفريق اللي قصادك بعد ما كان رامي الفوطه وخلاص ومسلم نفسه، تحصل لعبه معينه جوره يجيبها جون مثلا، اي حاجه ولا شوطه ولا بتاع، تلاقي الفرقه دي فاقت ودخلت معاك الجيم وازعجتك جدا وممكن تاخد منك المباراه. مباراه امبارح تحديدا كويس قوي ان الاهلي كسبها، مش بس علشان انت كسبت بيراميدز والمكايده يعني الكلام ده خلاص بقى احنا تجاوزناه يعني وقلناه اكتر من مره، انما كمان لان الهزيمه دي كانت هتوصلك ان انت الموسم بتاعك يبدا يتقلب. كان هيبدا بقى اعلام نادي الزمالك تحديدا يعني هيبدا بقى يشتغل عليك، وان بيراميدز عمل والبيراميدز سوى، وجمهور الاهلي كان هيشوف ان دي اول بطوله البيراميدز ياخدها على حسابنا، والتحكيم الفاسد والاتحاد الكره الفاسد، ونبدا نخش في دايره هتاخد مننا كتير وهتاخد من تركيزنا كتير. المباراه دي المفروض تبقى دافع ليك ان انت الموسم بتاعك بقى تكمله بنجاح. انا في بدايه الموسم خالص قلت فريق الاهلي الحالي بمدربه الحالي يقدر ان هو يتسيد كل البطولات السنه دي. المفروض ان احنا نشتغل كويس قوي على المباراه بتاعت امبارح ونشتغل بيها بشكل ايجابي، لان المباراه دي هي مباراه فارقه معانا طول الموسم. المباراه دي هتقلب موسم الاهلي لشكل تاني خالص، وهتوصله لمرحله ان شاء الله ان هو يقتنص كل البطولات. السؤال التاني كان من الاستاذ احمد علام، احمد اخونا وصاحبنا وحبيبنا يعني. احمد بيسال سؤال ممتاز بصراحه، بيقول هل عوده المعارين والمصابين مع التطعيم بالناشئين يكفي لسد العجز في بعض المراكز، ام الاهلي يحتاج الى ميركاتو قوي نظرا لعدم صبر جماهيره على اي تعثر؟ ده او احمد يعني سؤاله مقسم الى 3 اجزاء، بس انا هرد عليهم جزء جزء. اولا خلينا نتفق ان عوده اي لعيب من سكواد الاهلي سواء كان مصاب او غايب لانخفاض المستوى شويه او كده، ده بيضيف للفريق، يعني دي حاجه هتضيف للفريق. بس انا عارف ان استاذ احمد يقصد الموسم اللي جاي، هل عوده المصابين والمعارين مع تطعيم ببعض الناشئين الموسم اللي جاي هيبقى خلينا مش محتاجين نعمل ميركاتو كبير؟ النقطه دي تحديدا لازم نتكلم فيها. انت في المستوى المحلي في مستوى الدوري السنه دي ما عندكش لعيبه كتير تقدر تديك اضافه اعلى من الموجودين عندك. يعني الاهلي تقريبا عنده افضل الموجودين على المستوى المحلي. بقيه الفرق مفيش لعيب ظاهر قوي بحيث ان هو يديك اضافه. ولو في لعيب حتى انت خدته وجبته من النادي بتاعه ودخلته وسط فريقك وعلي معاك، خد بالك ان انت في 10 جنبيه شغالين برضه معلين مستواه، في جمهور كبير بيديله حافز وبتاع بيعلي مستواه. انما لو اتكلمنا على المستويات الفعليه المجرده بدون التحفيز وبدون اللعيبه اللي حواليه وبدون امكانيات النادي الاهلي اللي بتضيف لاي لعيب، هنكتشف ان الدوري المحلي تقريبا كله شبه بعضيه. ممكن لعيب او اتنين، بس احنا مش هنقول اسامي طبعا، في لعيب او اتنين هم بس اللي كويسين في مراكز معينه الاهلي محتاجها. اما بقى موضوع ان انت مع التطعيم بالناشئين، الموضوع ده تحديدا برضو محتاجين بقى نتكلم فيه كتير بس في مرات تانية ان شاء الله. لان النادي الاهلي استعانته بالناشئين للفريق الاول دي محتاجة احصائيات، نعمل احصائية نشوف اخر ناشئ طلع للفريق الاول من ناشئين النادي الاهلي اللي هم تدرجوا في كل مراحل الناشئين مين هو، من غير حتى ما يخرج اعارة، لان ده مهم جدا. اللي هو الناشئ بتاعك اللي اتربى في النادي لغاية لما طلع فريق الاخر فرقه مرحله ناشئين اللي هي 21 وبعد كده انضم للفريق الاول كام واحد، قطاع الناشئين بتاعك بيغذي فرقك بقد ايه، انت بتشتري لعيبه لقطاع الناشئين بيعملوا ايه بعد ما تشتريهم. يعني انت بتشتري لعيبه في فرقه 17 سنه و19 سنه من الانديه الثانيه، اللعيبه دي بعد ما تشتريها هل بتصعد للفريق الاول معاك ولا بترجع تسرحها؟ قصه الناشئين دي محتاجه نتكلم فيها، بس عشان نتكلم فيها بشكل
يعني يكون مقنع قبل ما يكون لينا يكون للناس، لازم يكون عندنا احصائيات كامله. فاحنا ان شاء الله المره الجايه يعني هجهز دوت، وهنحاول نعمل احصائيه ونتكلم على قطاع الناشئين تحديدا، وان كان يعني ده مش وقته حاليا، هنتكلم عليه في مره تانية. الجزء الثاني من سؤال الاستاذ احمد بيقول تقييمك للصفقات الصيفيه والشتويه الاخيره. هي نفس الوضع تقريبا. برضو ملف الصفقات محتاجين نتكلم فيه شويه، ومحتاجين برضو احصائيه بالصفقات اللي جت والصفقات اللي مشيت. الصفقات اللي جت 6 شهور ومشيت، الصفقات اللي جت زي مثلا مصطفى البدري، اللعيب اللي احنا جبناه يعني لغايه دلوقتي ما لعبش مع النادي ده، دي تاني سنه. مصطفى ميسي مثلا، هو يعني احنا جبناه برضو هو فين. طبعا يعني فكره الصفقات في حد ذاتها لازم تقارن جبت كام لعيب، كام واحد نجح، كام واحد فشل، كام واحد. فده برضو ملف تاني محتاجين نتكلم فيه، بس محتاج وقت طويل عشان نتكلم فيه ونغطيه بشكل كويس. الجزء الثالث اللي سؤاله استاذ احمد، هو بيقول ما جدول المحترف اللي بيجي يقعد دكه للمتواجدين في مركزه حاليا؟ الف ب لعيب محترف بتجيبه من بره، سواء يعني انا عشان الناس بتقول اصل ده بياخد بالدولار، بياخد بالدولار، بياخد بالجنيه، بياخد بالين الياباني. محترف يجي يبقى معناها انه اعلى من الموجود، دي بديهيه. انا ما بجيبش محترف دكه. ممكن اجيب محترف يقعد اللعيب اللي عندي دكه، مش هستغنى عنه. يعني اللعيب اللي عندي مستواه كويس معقول، بس مش هو المستوى الطب اللي انا عايزه، فانا بروح استعين بمحترف. المحترف ده الف ب لازم يكون اعلى من اللي عندي. سيستم بقى اختيار المحترفين، السيستم نفسه بتاع اختيار المحترفين لازم بقى يتغير. يعني السيستم اللي موجود حاليا لاختيار اللعيبه المحترفه اللي بتيجي النادي الاهلي لازم يتغير، لانه من سنين طويله معدلات نجاح المحترفين في طبعا محترفين بينجحوا. يعني علي معلول حقق نجاحات كويسه، ديانج حاليا محقق نجاحات كويسه. طبعا التاريخ بقى يشهد يعني باسامي حققت نجاح، بس هي نسبتهم كام في الميه؟ يعني النسبه بتاعت معدلات النجاح كام في الميه؟ فكره برضو ان انا بجيب اللعيب وانا مش ضامن هينجح ولا يخسر ولا يفشل، الفكره دي مش صحيحه، لان انت بتاخد بكل الاسباب اللي تخلي اللعيب ينجح. لما لعيب يفشل عندك، وده طبعا بيحصل يعني في كل العالم، في كل انديه العالم، نسبته كام في الميه؟ يعني انا مثلا ما اروحش اشتري 100 محترف ينجح منهم واحد او اتنين، واقول ما انا مش ضامن اللعيب اللي بجيبه ينجح ولا يفشل. ما انت في كده نسبه فشلك 98%. طبعا ده مش على الاهلي، يعني احنا ما بنتكلمش على الاهلي تحديدا، ده موجود في كل الانديه. كل انديه مصر بتشتري محترفين، واحيانا وغالبا بيبقى المحترف قاعد دكه. يعني انا حتى لما بتفرج على بعض الفرق التانية بلاقي المحترف نازل في الدقيقه 85 و90. طب انت جايبه ليه؟ لا، ادي الفرصه للناشئ، خصوصا كمان مع انديه هي في المركز العاشر وال11 وال12 على طول العمر. يعني هو كل سنه بيصارع على عدم الهبوط. طب ده بيجيب محترف، جايب محترف بقى عشان اقعده دكه كمان، وانت اصلا لا بتنافس على بطوله ولا بتهبط. فانت كده كل سنه انت بتلعب موسم وخلاص، لا بتاخد منه فلوس ولا بتحقق منه مكاسب، وبتصرف على الفرقه وبتجيب محترفين بمبالغ ايا كانت، حتى لو مبالغ زهيده. يعني حتى الفرقه طبعا اللي غير الاهلي والزمالك وبيراميدز بتجيب محترفين بمبالغ اصغر شويه، بس هو في كل الاحوال واخد مكان على الاقل ناشئ من عندك. فبرضه ملف المحترفين محتاجين نتكلم عنه، ومحتاجين احصائيات كامله ليه، ومحتاجين نشوف اخر 10 سنين، لان انت عشان تشتغل احصائيات لملف معين لازم تجيب مش يعني اكتر من سنه، فتاخد 5 سنين او 10 سنين تبدا تقارن وتشوف الملف ده ماشي ازاي. وبالمناسبه يعني ده مش معناه ان الجهاز الاداري للاهلي ناقص افراد، ان انا لازم اجيب محللين اضيفهم على اداره التعاقدات علشان هم دول اللي هيقدروا يجيبوا لي لعيب كويس. الكوره مش بس كده، الكوره مش تحليل رقمي بس. ما انت ممكن تجيب لعيب ارقامه كويسه جدا، انما هو اسلوب لعبه مختلف تماما عنك. ممكن تجيب لعيب من دوري مثلا بيلعب بشكل مختلف خالص عن الكره المصريه. الكره المصريه ليها طبيعه وليها ستايل لعب وليها سرعه لعب، سرعه رتم اللعب. عشان كده في لعيبه بتيجي من دول معينه خصوصا امريكا اللاتينيه ما بينجحوش معانا، لان هو واخد على طريقه لعب معينه طول عمره، وانت فجاه جبته في كوره بتتلعب بالبطيء، في كوره بتتلعب في ملاعب غير صالحه للاستخدام الرياضي، في كوره كلها يعني عنف، مش خشونه ملعب، في كوره فيها تحكيم ما بيديش حق لحد وتخبيط طول الماتش. فاللعيب عاده هتلاقي يعني لو جبتوا احصائيه كده هتلاقوا ان لعيبه امريكا اللاتينيه ما بينجحوش عندنا. اللعيب الوحيد اللي نجح في مصر كان كينو، اللي جه في بيراميدز، نجح اول دور، والدور الثاني مستواه نزل جدا، وتاني سنه مشي، تاني سنه ما استحملش ومشي. فبرضه بتجيب منين اللعيب؟ بتجيبه من انهي دوري،
رتم اللعب اللي هو بيلعب فيه قد ايه، معدلات لياقته قد ايه، طبيعه لعبه تناسب الدوري المصري ولا لا. فالملف ده مدته ان شاء الله في مره تانية هنتكلم فيه. اخر سؤال بقى عشان ما اطولش على حضراتكم، هو من الاستاذ رمضان. هو بيقول سؤالي لحضرتك: كم تساوي هذه الخساره بنظرك؟ هو يقصد خساره بيراميدز، وتحديدا يعني خساره رمضان صبحي وعبد الله السعيد. انا هقول بقى حاجه في النقطه دي ممكن تكون يعني مختلفه شويه. الانسان هو اللي بياخد قرار لنفسه، والانسان هو اللي بيحدد اختياراته، والانسان هو اللي بيحدد طريقه هيبقى عامل ازاي، ومستقبله هيبقى عامل ازاي، وحياته هتبقى عامله ازاي. رمضان وعبد الله السعيد خدوا قرار، وقرروا في لحظه ما ان هم يضحوا بكل حاجه ويختاروا حاجه معينه. انا ما اقدرش اقول ايه اللي اتعرض عليهم، او ايه الاغراءات اللي اتقالت لهم، او ايه اللي يعني مش هنقول اللي اتلعب في دماغهم، او ايه اللي يعني ايه اللي اتصور لهم ان هم يخليهم يسيبوا نادي بحجم النادي الاهلي وبشعبيه النادي الاهلي وبفلوس النادي الاهلي علشان يروحوا اي نادي تاني. اللعيب زي الانسان بالظبط، هو انسان في الاول والاخر، بتتعرض عليه حاجات وبيبدا يفكر وبيبدا ياخد قراره اللي هو ارتاح ليه، وفي النهايه هو اللي بيتحمل نتيجه اختياره، وهو اللي بيتحمل نتيجه قراره. انا عن نفسي ما بشمتش في حد، وما بفرحش في حد، وما بقولش شفت اديك خسرتنا فانت بص ايه اللي بيحصل لك دلوقتي. دي حاجه ما تساعدنيش ولا تضايقني على فكره، لان هو اختار. خسران او كسبان هو اللي بيتحمل نتيجته. لو خسر فهو بالتاكيد كلنا عارفين ان اللي بيخرج من النادي الاهلي بيخسر. دي بديهيه معروفه من 50 سنه. انت خدت قرار واخترت اختيار، اتحمل نتيجه اختيارك. انا كاهلاوي ما بيفرقش معايا مين يخرج، انا ممكن يفرق معايا كتير مين يدخل، انا ما يفرقش معايا مين يخرج، لان اللي بيدخل كسبان. اللي بيدخل النادي الاهلي وبيلبس تيشيرت الاهلي او بدله الاهلي او حتى افارول الاهلي بتاع عامل النظافه هو اللي كسبان. اللي بيخرج منه خسران، ايا كان هو مين، سواء كان اداري او عضو مجلس اداره او لعيب او عامل، هو اللي خسران. عشان كده اللي بيخرج لا بزعل عليه ولا بشمت فيه، اللي بيدخل هو اللي انا بهتم بيه، لان مش اي حد يقدر يلبس فانلة الاهلي، ومش اي حد يقدر يلبس بدلة الاهلي. الحياة مجموعة اختيارات، وانت اللي بتتحمل نتيجة اختيارك. هم اختاروا وبيتحملوا نتيجة اختياراتهم. وانا شخصيا يمكن اكتر جملة عجبتني جدا في الفترة الاخيرة، يمكن اخر 4-5 سنين، هي الجملة اللي قالها كابتن محمود خطيب: انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم، لان هم اللي خسروا. شكرا لكم، واتمنى ان انا اكون قدرت ارد على تساؤلات حضراتكم. النهارده الحلقه ممكن تكون طويله شويه، ولكن كان لازم ارد على ال3 اسئله دول تحديدا. شكرا لكم، تحياتي.